أهلا ومرحبا إليكم 20 معلومة عن هيفاء وهبي. هيفاء وهبي اسمها الحقيقي والكامل هيفاء محمد وهبي، من مواليد 10 مارس 1972 بالعاصمة اللبنانية بيروت. والدها لبناني من قرية محرونة، ووالدتها مصرية من القاهرة. أطلق عليها عدة ألقاب، منها عطر الليل وقمر روطانة وفراشة الوادي. نشأت هيفا بالعاصمة بيروت، ولديها 3 شقيقات هم علياء وهناء ورولا. لها شقيق يدعى أحمد، توفي في سنة 1997. تزوجت هيفا من ابن عمتها نصر فياض في عام 1990، وتم طلاقهما في عام 1994. خطبت من رجل الأعمال السعودي الراحل طارق الجفالي لمدة 7 أشهر، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وتم انفصالها عنه في نوفمبر 2012. أنجبت هيفا بنت واحدة اسمها زينب عام 1992 من زوجها السابق نصر فياض. بدأت هيفا تظهر في المسابقات الجمالية، فقد شاركت عام 1992 في انتخابات ملكة جمال الجنوب بلبنان. وبدأت العمل كعارضة أزياء في وكالة نضال البشراوي، وكانت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي، ومن منا لا يتذكر في إعلان معكرونة دانا. في عام 1994 كانت موديل في فيديو كليب لأغنية يا قصص للمطربة جوليا بطرس. وفي عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب أغنية بحبك حبيبي للفنان هاني العمري. وفي 1996 كانت موديل في كليب الأغنية الشهيرة ارضى بالنصيب لجورج وسوف. وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية يا ميمة للمطرب عاصي الحيلاني. قامت ببطولة إعلان مسحوق الغسيل في سنة 1997، وصورت عدة إعلانات. بدأت العمل كمذيعة سنة 1998 لأحد البرامج الفنية بقناة شبكة راديو وتلفزيون العرب. الغريب في الأمر هو أن هيفا خسرت عائلتها التي تبرأت منها، لأنهم رفضوا أن تكون ابنتهم فنانة كما خسرت ابنتها الوحيدة. لكن وفي المقابل هيفا كسبت الشهرة، ووالدتها التي تزوجت من رجل آخر، وأخواتها ال3. كانت بداية هيفا في عالم الغناء سنة 2001 مع شركة فيريجين، حيث صورت أغنية اعشق قلبي والحياة على طريقة الفيديو كليب، ثم بعدها اختارت شركة روتانا للإنتاج الفني. وفي عام 2002 قامت بتسجيل وتصوير أغنيتها أقول أهواك، حيث سبب كليب هذه الأغنية انتقادات كثيرة من الناس، لكون هيفا أول مغنية تقوم بالرقص والإثارة، وصنفت حينها على أنها فنانة مغرية. في بداية سنة 2003 ظهرت هيفا في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامج ساعة بقرب الحبيب، التي لاقت أصداء كبيرة. كانت أغنية يا حياة قلبي نقلة نوعية في مسيرة هيفا من ناحية اللحن والكلمات والتوزيع. وفي بدايات عام 2005 أصدرت ألبوم بدي عيش، الذي حقق نجاح كبير ومبيعات خيالية. أثارت أغنيتها بوسي الواوا جدلا واسعا، حيث أنها كانت أغنية استعراضية إغرائية ونالت شهرة كبيرة. ألبوماتها هو الزمان في عام 2002، بدي عيش في 2005، فراشة الوادي سنة 2006، أيضا حبيبي أنا عام 2008، وفي عام 2010 بيبي هيفا، وكان ألبومها ملكة جمال الكون في عام 2012. من أعمالها في مجال التمثيل الأفلام بحر النجوم عام 2008، دكان شحاثة في عام 2009، وحلاوة روح سنة 2014،
والمسلسلات كلام على ورق في عام 2014، ومولد وصاحبه غايب في عام 2015، والمسلسل مريم في عام 2015. دخلت مجال التمثيل كضيف شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008. ظهرت هيفاء وهبي في لائحة أجمل النساء في مجلة AskMen.com. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 النساء المرغوبات حسب موقع People الأمريكية. شركات الإنتاج التي تعاملت مع هيفاء: روتانا، ميلودي، وعالم الفن، وحاليا تتعامل مع فيفو. كانت هذه 20 معلومة عن هيفاء وهبي. أشكركم على حسن المتابعة. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا الضغط لايك والاشتراك بالقناة لتتوصلوا بكل جديد. سؤال الحلقة: هل تحب الفنانة والمغنية والممثلة هيفاء وهبي؟ ولماذا؟ إلى اللقاء في فيديو آخر.